أي نعم. أي نعم. الشيخ محمد عمرو والأخ بيسأل بيقول إن أنا كنت اصطحبت رسالة للشيخ محمد عمرو رحمة الله عليه وأنا ذاهب للشيخ الألباني، فهل ده حق والشيخ أثنى عليها؟ فعلا أنا الشيخ محمد عمرو رحمة الله عليه، وهذا يعني من رفقاء الدرب، ومن يعني أسأل الله أن يرحمه وأن يرفع مقداره. هذا الشيخ عاش مغمورا ومات مشهورا، وأنا أظن والله أعلم أن هذه من عاقبة الإخلاص. اللي حضر جنازة الشيخ محمد عمرو أكثر من 30,000، وأغلبهم لا يعرفه، لأن الشيخ محمد كان رجل منجمعا على نفسه، وكان رجل حبيس المكتبة ويطلع من المكتبة للشغل، ما أحد يعرفه مطلقا. حتى كثير من المشايخ الذين أتوا من بلاد بعيدة ما رأوه ولا لهم علاقة به، فضلا عن العوام، كأن الأرض اتشقت وخرج. وأنا أحسب يعني أن هذه من عاقبة إخلاصي. وكان له سمت، كان له سمت، لما كان يصلي كنت تحب تبص له وهو يصلي يعني، وكان يعني يحمل عقلا كبيرا مع قلب طفل رحمة الله عليه. فأنا من تربطني به محبة قديمة، وحريص على أني أنتزع شهادة الشيخ الألباني في حق الشيخ محمد. ومسألة الأقران والكلام ده مش موجود عندنا خالص يعني في مصر الحمد لله. أعتقد أن كل العاملين في الدعوة السلفية ليس بينهم إحد خالص خالص، علاقتهم جيدة جدا ببعض، وأعتقد ده كان أحد الأسباب الرئيسة في أن الدعوة يعني غطت سماء مصر كلها بحمد الله. فأنا كنت حريصا جدا على أن أنتزع شهادة الشيخ الألباني في الشيخ محمد عمرو عشان أديها هدية وقلادة على صدر الشيخ محمد عمرو، وتكون موجودة في الأشرطة، واللي يسمع الأشرطة يسمع ثناء الشيخ. فعلا كان اديته الرسالة كان اسمها القسطاس في تخريج حديث الأكياس، وإن كان الشيخ محمد عمرو فيما بعد رجع عن تصحيح الحديث، ويعني قال لك أنا كنت متساهل زمان وكنت ماشي تبع مذهب المتأخرين، وأنا الآن ده تمام مذهب المتقدمين، قصة كده مع الشيخ يعني. لكن أنا لما أعطيتها للشيخ الألباني أعطيتها له أول ما وطئت قدمي عمان، واستعجلت أن الشيخ يقرأ خشية أنه لا يقرأ وأرجع وليس في يدي شهادة. ففعلا الشيخ أثنى عليه وقال كتاب مفيد، وهذا طالب علم جيد. ده كلام الشيخ الألباني عن الشيخ محمد رحمه الله.